منصورين والله يا شباب، ان شاء الله باذن الله منصورين يا اخي. لكن والله يا شباب اقسم بالله العظيم والله حقتكم ده ما سهل. لكن منيها بس اقسم بالله ترشحوا ده ويدينا ايمان يرجع، والله يرجع، اقسم بدين ايمان يرجع. نكم مع الرجال ذاتها يعني. والله العظيم يرجع، ده كله رجال، لكن ويدين ده كله فوقهم. اقسم بالله رجال ما في، ده كله فوقهم والله. نكم مع الرجال ذات، والله ما في رجال اقسم بالله. والله ما رجال ويدين ايمان. نكم مع الابطال يا اخي، ابطال فقدنا ابطال يا أخي. فقدنا ابطال هسي كده، هسي كده فقدنا ابطال يا اخي. لكن ويدينا ايمان الرجال ما في. بمحور عم سيالة، بمحور جبرة الشيخ، لكن ويدي رجال ما في والله اقسم بالله. والله رجال ما في يا أخي. والله ويا قادة طلعتونا شيف، بيتونا عديل، بيتونا عديل بقول بيتونا جبتونا، خشيتونا بيتونا جبتونا. لكن كويس ويدينا ايماني حقنا يرجع، وحق الابطال كله يرجع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الليجا الكونسلتنت طارق السابر. السبت الموافق 7/3/2026 في حلقة جديدة سوف نتناول فيها عدة مواضيع. الموضوع الأول سوف نتحدث عن مكاسب تحرير أو مكاسب معارك أو معركة رهيد النوبة الدارت بين قوات الدعم السريع وميليشيا جيش الحركة الإسلامية الإرهابية، لأنه المعركة دي احنا ما سلطنا على الضوء بالصورة المناسبة، ويجب إنه الناس يعرفوا الحقائق الدارت في معركة رهيد النوبة والشيء العظيم اللي تقدم من قبل أبطال وأشاوس قوات الدعم السريع في محور رهيد النوبة. سوف نتحدث عن المسألة دي بشيئا من الإيضاح. وأيضا هنالك رسائل معينة يجب أن نوجهها لأبطال وأشاوس قوات الدعم السريع في محور رهيد النوبة وفي كل المحاور المختلفة بخصوص العتاد بتاع العربات القتالية اللي قاعد يتم استلامه أو يتم قلعه من قبل ميليشيا الهاوس نيجرو أو ملايش جيش الحركة الإسلامية الأخرى. وبالتالي في رسائل معينة يجب نوضحها أو نرسلها لأشاوس وأبطالنا أبطال قوات الدعم السريع. طيب، في ذات السياق هنالك أفراد من المشتركة طلعوا في فيديوهات واتهموا جيش الحركة الإسلامية بصورة واضحة وصريحة إنه تم بيعهم في معركة رهيد النوبة، وتم الزج بهم في المعركة دي، وفقدوا يعني العشرات وفقدوا ناس كتار جدا في المعركة دي بشغل بتاع خيانة وشغل بتاع قط صندوق من قبل الملايشة المتحالفة بتاع جيش الحركة الإسلامية، وباعوا المشتركة. والمسألة دي اتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة، وتاني نحاول نسلط عليها الضوء عشان الناس يفهموا طبيعة الشيء الحاصل ده والمسألة بتاع تحالف جيش الحركة الإسلامية الإرهابية. في ذات السياق مناوي بيخرج دفعة جديدة من ميليشيا الهاوس نيجرو ويدلي بتصريحات خطيرة جدا وتصريحات مثيرة للجدل. وطبعا الناس كلها تعرف انه من هو مناوي اذا اتكلمت عن الارمتشو على مستوى العالم، واذا اتكلمت عن العباطة وعن انه زول اللي بيتكلم وما بعرف انه الكلام ده بيصلحه ولا بيضره، ده مناوي. ده ولا الناس اللي بيتكلموا معه الهمبول الاخر كامل ادريس او المعروف بكامل ادريس. طيب، خلينا نمشي نبدا بمكاسب تحرير منطقه رهيد النوبه. كل الناس مساله تحرير جيش الحركه الاسلاميه او تقدمه في محور بارا ودخوله لبارا وخروجه من بارا، المساله دي يعني عملت زخم كبير جدا وافقدت الاشاوس وافقدت الناس طعم الانتصار بتاع رهيد النوبه. لذلك نحن اليوم حنحاول نسلط المساله دي. ابطال واشاوس قوات الدعم السريع بعد الهجوم من قبل ميليشيا جيش الحركة الإسلامية المتمثلة في المشتركة والبراؤون ودرع السودان وغيرها من الميليشيا المتحالفة مع الجيش، هاجمت منطقة رهيد النوبة، والأبطال وأشاوس قوات الدعم السريع اصطدوا للملايش بتاع جيش الحركة الإسلامية، ولقنوا جيش الحركة الإسلامية درس في القتال ودرس في مسألة التضحية والإقدام، ودرس في كيف إنك أنت تحافظ على المنطقة اللي انت قاعد فيها، ومسألة كيف انك انت تستقبل النيران وتتفاداه وترد الصاع صاعين وتهزم ميليشيا بتاع الجيش الحركة الإسلامية غدمت وهاجمت منطقة رهيد النوبة من عدة محاور. لكن أبطالنا كانوا بالمرصاد وكانوا صحيين وردوا وهزموا جيش الحركة الإسلامية وهدموا الملايش المتحاربة معه ولازوا هاربين بين قتيل وجريح وبين أسير. والشيء الحدث المهم انه القوه دي هربت وخلت 60 عربه قتاليه في حته واحده غلاف العربات الاخرى المجدعه. والخطوره وين؟
بتاعت العربات القتاليه الموجوده دي. ابطال عشان قوات الدعم السريع بعد استلموا العربات، والعربات دي ما خطوها مع عرباتهم وخطوها طرف، المسيره جات وضربت حوالي 10 او 11 عربيه من العربات دي. الكلام ده معنى شنو؟ انه العربات دي مزوده بنظام بتاع جي بي اس، والعربات دي عندها نظام بتاع تحديد مكان. والغرض من الكلام ده انه يرمونا في الفخ القديم اللي قاعدين يعملوه ملاجئ الحركه الاسلاميه بتاع تزويد العربات المقاتله وتركها عن قصد لمساله استهداف وقتل قيادات قوات الدعم السريع. لذلك ابطالنا ويعود درجه وخلوا العربات بعيده. والان يجب على اي ابطال، ويجب على ابطالنا في كل المحاور، بمجرد ما انك انت استلمت عربيه في معركه من المعارك، تفتش العربيه دي وتفحصها جيدا وتفصل الجهاز بتاع الجي بي اس الموجود في العربيه. العربات الجديده دي كلها مزوده بالنظام بتاع الجي بي اس، بربطوا الملاجئ بتاع جيش الحركه الاسلاميه مع المسيرات البرجدار او المسيرات الانتحاريه عشان يستهدفوا به الابطال وقيادات الدعم السريع. يعني قاعد تتعامل مع عدو ما عنده اخلاق، بتتعامل مع عدو اخبث من الشيطان ذاته. النظام الارهابي بتاع الحركه الاسلاميه عشان ينتصر في المعركه وعشان يرجع لسدود الحكم مستعد يقضي على كل الشعب السوداني، ومستعد يعني ينسف الدوله السودانيه، واذا عنده امكانيه ممكن يفك النووي في السودان ده ويدمر الشعب والمجتمعات بتاعت الهامش. لانه في حرب داخليه ما لقينا على مستوى العالم حرب داخليه حدثت وانه في ناس استخدموا السلاح محرم دوليا، ولا يستخدموا الغاز المسام، ولا يستخدموا الكيماوي في شعوبهم الا ملاجئ الحركه الاسلاميه، لانه تنظيم ارهابي وتنظيم هو يعني على مستوى العالم موصوف بالارهاب، وهم الفروع لداعش، فروع لكل حزب الله ولكل الملاجئ الموجوده على مستوى العالم دي. وبالتالي لذلك احنا رسالتنا لاشاوسنا انك انت يجب انك تتعامل في الحرب دي بذكاء، ويكون عندك ذكاء عسكري في الميدان، ويجب انك يكون عندك حس امني ميداني، ما تتعامل بسطحيه وما تنفعل في المساله بتاعت انك وما تنهمكوا وراء العتاد والحاجات. يعني حربنا دي افضل واقوى من انك انت تستلم لك عربيه او عربيتين. حربنا دي حرب وجوديه، حربنا دي حركه اسلاميه ارهابيه بتستهدف المكونات وبتستهدف الحواضن بضربهم بالمسيرات. لذلك يجب على الاشاوس انه تتحلوا بالمسؤوليه تجاه القضيه دي، وتعملوا الف حساب في مساله فحص العربات دي. انا اعلم تماما في اجهزه معينه الناس بيملكوها في المقدمات بتاعت فحص العربات دي. العربيه ما فحصتها ما تركب العربيه، وما كلكم تتكبوا تركبوا عربيه قمتوا قلعتوها من ملاجئ الحركه الاسلاميه الارهابيه عشان ما تفقدوا حياتكم، لانه حياتكم مهمه جدا. والحركه الاسلاميه ما قدر عليكم في الميدان، بيحاول يعني يفتش طرق ملتويه وطرق يعني غير اخلاقيه عشان يتخلص منكم انتم كابطال واشاوس قوات الدعم السريع، لانه انتم تشكلوا له عقبه في طريق المشروع بتاع دوله 56، وفي طريق المشروع بتاع التنظيم الارهابي بتاع الاخوان المسلمين. لذلك رسالتنا دي يجب انه تصل لاشاوسنا، ويجب انه الناس يفهموا المزعله دي. لذلك الان معارك او معركه رهد النوبه كانت من اشرس المعارك تمت في كردفان في الغريب العاجل، وكانت من اشرس المعارك تمت الان في محاور كردفان، لانه كلنا نعلم تماما ان المعارك اللي قاعده تتم في كردفان جلها او معظمها او السواد الاعظم منها بيتم لمصلحه وانتصار لقوات الدعم السريع. وابطالنا الان كانوا منتظرين المساله دي وجاهزين، وكجوا شرك لميليشيا جيش الحركه الاسلاميه واسروا مجموعه كبيره منهم. والناس طلعت بعد ذاك الاسرى طلعوا بيقولوا والله نحن كنا شغالين اشغال هامشيه وجبرونا وجابونا والكلام الكثير ده. انا ما بعرف يعني لما نلاقي جيش الحركه الاسلاميه الناس دي بيشربوهم شروب ويجيبوهم، زول بيجي لابس كاكي بيتم اسره او بيكون مضروب في رجله وبيجي بعد شويه ببكي بقول لك والله انا جابوني غصبا عني. جابوك جهاد، انت ما جاي فتحوا لك استنفار وبراك مشيت اتدربت، والناس الكيكلات اللي بيدوك الايس وبيدوك جرعات بتاع مخدره عشان انت تعمل لك او بتجيب لك رجاله زائفه عشان تجي تكاتلنا. لما ياسروك بتبكي تقول والله العظيم احنا ما قادرين للحرب ونحن جابونا غصبا عننا ونحن انت جاي كردفان جاي دار تعمل شنو؟ انا ما عارف يعني. انت جاي كردفان جاي دار تبيع لبن؟ انت جاي كردفان جاي دار تنجلد في عرس صوت؟ ولا انا ما قادر نفهم يعني. انت جيت المعركه دي واخترت انك داير تحارب اشاوس وابطال وتدعم السريع، تبقى راجل ما تقعد تتباكى وتسوي وانا والله عيالي صغار وانا بنتي فلانه وعيالي لسه في الروضه. الكلام ده ما بيحلك. انت جيت المعركه دي مكانك الطبيعي جيت دار تكاتل، والشيء الطبيعي انك انت تاخذ طلقه في راسك وتمشي السماء ذات البروج. لكن
من لطف ربنا بيك وعنايه ربنا انه انت ما مت وتم اسرك، فبالتالي ما تبكي. ابقى راجل يقول والله انا جيت الحرب دي وجيت داير اقاتل وجيت داير احرر السودان ده لحد مدافوق، وداير احرره لحد ما اعرف لقى الطينه، وداير احرر كامل السودان لحد الكوده وكذا. قلت كلامك ابقى قدر الحاجه الجايه عشانها، والموضوع البرنامج اللي ركبوا لك في راسك ما تيجي تتباكى. ويا اولادي انا والله صغير، زول كبير عمره 70 سنه او 80 سنه جاي شعره كله ابيض ما عنده شعره واحده سوداء، جاي داري يقاتل وبعد شويه يبكي. والله انا يا اولادي انا غشوني ويا اولادي جاوا لي. والشيء الجميل انه الاشاوس الان بيجوا براعوا مساله الاسير، وانه براعوا حرمه الاسير، وده الشيء بتاع التدريب، وده الشيء اللي احنا دائما بننادي به يا جماعه. الاسير او الراجل في يد الرجال زي الطيره يعني ما يعني ما من الرجاله وما من اللباغه انك انت يعني تعتدي على زول اعزل او على زول بتاع دار تعتدي اسنامه وهو حامل السلاح وقاعد يقاتلك. بعد ذاك عندك كامل الحريه انك انت تقضي عليه تضربه تقتله. ما دي حرب. الحرب دي شنو يعني؟ ما هي في النهايه موت. لكن بمجرد ما يتأسر ورمى السلاح وقال انا والله الكلام ده ما قدروا، نحن ثاني نحن ارجل منهم، نحن ارجل من ملاجئ في الحركه الاسلاميه والجاهزيه ديل ما في زول ارجل منهم. لذلك نحن ما بنقتل ضعيف وما بنقتل زول استسلم ورمى ورفع يده وقال والله انا بتاع. لكن الفضائح اللي بيسووها الليله دي بعدين في التاريخ هتذكر انه في جيش بيدعي انه جيش سوداني وبيدعي انه قوات مسلحه سودانيه اتهزموا على يد اشاوس وابطال قوات الدعم السريع، ويتهزموا على يد اشاوس وابطال قوات تاسيس. وبالتالي الان المساله دي حتكون في التاريخ والعالم والدول اللي حولنا حتضحك في حاجه اسمها مؤسسه بتاع الجيش. وكان خشيته في حرب انا ما عارف، كان خشيته في حرب مع دوله مثل اثيوبيا او جنوب السودان كان حيودوكم وين؟ والله كان حيودوكم مصر بفضيحتكم اللي شايفينها دي. والله بدون الاشاوس وبدون ابطال كردفان وابطال دارفور انتوا لا تسووا نمله ولا تسووا شيء، لانه المعارك دي بينت حقيقه ومعدن الرجال، وبينت من اين ياتوا الرجال، وبينت من اين ياتوا الناس اللي بيقاتلوا وقنعانين من الدنيا دي. يعني الدنيا دي زي ما قال لك الجاهزيه، الدنيا دي هي زايله يعني وزايل النعيمه، الدنيا دي كلنا ميت يعني ميتين فيها ما دايما ليك ولا اي حاجه. وبالتالي لذلك هم قاعدين ينفذوا المقوله حقتهم دي وبموتوا واقفين في الميدان. اما ملاجئ الحركه الاسلاميه اللي بعرضوا بخشوا دول الجوار وبمشوا وين، والله التاريخ ما بنسى لكم. وبكره الدول دي حتضحك وتشمت في الشعب السوداني. والان الان الاعلاميين قاعدين يضحكوا، سواء كان الخلايجه او المصريين او بتاع افريقيا، سواء كان جنوب السودان او الاثيوبيين بيضحكوا في الجيش السوداني. وانتم ما تقولوا جيش سوداني يا جماعه، قولوا جيش بتاع اخوان مسلمين، لان اسم السودان ده ما تدخلوا، لانه السودان ده فيه رجال وفيه ناس يستحقوا يلبسوا الكاكي ده ويحملوا اسم السودان عاليا ويرفرفوا ويقدروا يحملوا العرض والعرض ويحملوا الوطن الاسم السودان ده. لكن انتم ما بتحملوا السودان ولا بتمشوا لاي حته من الحتات. طيب في ذات السياق افراد من المشتركه ظهروا حسب الفيديوهات او الفيديو اللي شاهدته لكم، وظهروا وبيلوموا وبيسبوا وبيسخطوا على جيش الحركه الاسلاميه وعلى قياداتهم من جيش الحركه الاسلاميه، ويقولوا انه قياداتهم دخلوهم في كمين، وانه قياداتهم دخلوهم في المحرقه بتاعت الابطال واشاوس قوات الدعم السريع وعرضوا خلوهم. والمساله دي ما المره الاولى. المعارك بتاعت كردفان دي كلها الجيش يا بخون المشترك يا المشترك بتخون ميليشيا الجيش، ودي شغلهم يعني. لما احنا قلنا لكم ما في ارضيه واحده مشتركه وما في قياده واحده مشتركه، كلهم بيقولوا لما الجيش ده يتهزم ويتبلى في مسياله ويتبلى في ابو قعود وفي شمال كردفان، ظل يقول انه والله المشتركه قدت الصندوق والمشتركه باعتنا والمشتركه ما جات وعملت الكفاف. الان المشتركه لما ينبلوا يقولوا لا ناس الجيش باعونا وناس الجيش دخلونا في الكمين وناس الجيش ما رجال والتفاصيل والاشياء الكثيره دي. احنا قلنا لكم الحرب دي ما بتقدروا لا يا جماعه، هوي ما بتقدروا. قلتوا بتقدروا يا جماعه، الحرب دي دايره رجال، انتوا ما عندكم. قلتوا احنا والله ارجل مننا ما في، ونحن بنحصل امدافوق ونحن بنحصل وين ونحن داب. يا جماعه الانتصارات ما بتاتي بالزيف، والانتصارات ما بتاتي بنفس الطريقه القديمه. الشيء المؤسف زي ما ذكر طارق النمر انه الجيش والمشتركه بيفعلوا نفس الاشياء وبيكرروا نفس الاشياء بالكربون وبينتظروا نتيجه مختلفه. زي الشيء تم الان في بارا، مساله انك انت جيت استعدت بارا مره ومرتين وثلاثه وثاني بتطلع منها بخسائر وبيتم القضاء عليك، وثاني تيجي ترجع بارا عملت شنو يعني؟ ما عملت اي حاجه.
انت بتفعل في نفس الشيء وبيجيك بعدك نفس الرد ونفس البرنامج، يعني ما في انت بتقول ما قدمت اي حاجه وما عندك ما استفدت اي شيء. فبالتالي ميليشيا جيش الحركه الاسلاميه الشيء الان اللي قاعد تسوي فيه في كردفان وفي كل المحاور الاخرى بتاعت القتال، والان مساله انه شغل تحديد الكل، ومساله انهم فكوا اللجام للملايش حقتهم في كردفان وفي شمال كردفان تحديدا لمهاجمه ريهد النوبه ولمهاجمه بارا ولمهاجمه المناطق دي. ده بيعني شنو؟ ان جيش الحركه الاسلاميه الان في مراحله الاخيره وفي مرحله خروج الروح وفي مرحله فرفره المذبوح حقه حقيقه، والان هم يعني انجرحوا وينضربوا وتم ذبحهم وتغطيلهم وتم الغضاء عليهم، وما تبقى منهم الان بيحاول بيحفظ مع وجهه وبيحاول قبل ما يعلن مساله انهزامه ومساله انتصار الدعم السريع ومساله الذهاب الى المفاوضات ومساله طلبه للمفاوضات زي ما شيل قاعد يشتغل في البرهان الان تحت الترابيزه ده. الشيء ده ما يتم وببقى وجيش الحركه الاسلاميه حيستسلم وحيقاتل لفتره من الفترات وبيحاول يقنع انه الشعب السوداني يعني احنا مشينا المفاوضات ونحن منتصرين ونحن في وضع قوي وقادرين نهاجم ونحن ما انتهينا وكذا والتفاصيل والاشياء الكثيره دي. طيب في حته اخيره مناوي ظهر في فيديو جديد يخرج دفعه جديده ومجموعه جديده من ميليشيا الهاوس نيجرو، وافتى وذكر حاجه مهمه جدا، وذكر مناوي دائما قاعد يذكر انه ميليشيا الدعم السريع. في الفيديو الاخير ده مناوي دقسه عجيبه مره واحده، قال انه الجيش والدوله القديمه دي من اخطائها دربت الدعم السريع وسلحت الدعم السريع، والدعم السريع الان قلب على وقاعد يقاتل في الدوله القديمه. والدعم السريع تم حسب روايه مناوي انه الدعم السريع، ومناوي قال حقيقه يعني انه الدعم السريع ده تم تدريبه وتجهيزه وتسليحه من قبل الدوله القديمه، الان الدعم السريع مرد على الدوله القديمه وظل قاعد يكاشف في الدوله القديمه. مناوي حديثه ده الصحيح فيه انه الدعم السريع فعلا تم تدريبه وتسليحه من قبل الدوله القديمه، وتم شرعنه الدعم السريع واعطائه قانون وعن طريق البرلمان بتاع الاخوان المسلمين وبتاع الكيزان، والدعم السريع اصبح قوه رسميه واصبح قوه نظاميه لا يغير شانا عن الجيش ولا عن الجهاز الامني ولا عن الشرطه ولا عن التفاصيل والاشياء دي، بل والدعم السريع يفوقهم في مساله التدريب وفي مساله التدريب على حرب المدن ولا في مساله المعارك وفي الانتصارات وعلى في مساله اختيار افراده بعنايه، ولانه انذاك الافراد بتاع الدعم السريع كانوا بيمثلوا اقليم الهامش فقط، بيمثلوا دارفور وكردفان بعد فتح انتداب او مساله الانتداب من الجيش ومن الشرطه ومن الجهاز، بعد ذلك اصبحوا القيادات او بعض القيادات بتاع الدعم السريع من قبل ملايين جيش الحركه الاسلاميه الارهابيه، والتدريب الدعم السريع كان تحت اشراف الجهاز الامني في فتره من الفترات، بعد ذلك ثاني الدعم السريع اصبح قوه منفصله وبقى يتدرب براه وعمل له مساله جاب انتدب ناس من الجيش او تعلمجيه من الجيش دربوه والتفاصيل والاشياء الكثيره دي. فبالتالي المساله انه الدعم السريع ميليشيا الكلام ده ما صحيح، ما هي الميليشيا؟ الميليشيا هي قوه مسلحه يعني ما اتدربت وكذا وبتقاتل عندها مصالح واجنده شخصيه، اما الدعم السريع قوه نظاميه الدوله اتامرت على عن طريق الاخوان المسلمين ودارين يقضوا على حاجه اسمها دعم سريع لانها وقفت مع الثوار ورفضت انه تنفذ المشروع بتاع الاخوان المسلمين وهو الفتوى بتاع عبد الحي يقتلوا ثلثين الشعب عشان يعيش الثلث الاخر في سلام والتفاصيل والاشياء دي، لذلك الناس كرهوا الدعم السريع وقياده الدعم السريع من ابناء الهامش وهم ابناء النخب النيليه. الان جاهم خوف انه في احد ابناء الهامش طلع وعنده قبول وعنده أسرتي عنده سلطة وعنده أموال وممكن ينافسهم في مسألة الثروة والسلطة وممكن يشاركهم ويحكم السودان، لذلك افتعلوا الحرب دي وكلهم يتكالبوا ضد الدعم السريع ويتكالبوا ضد أبناء الهامش وصنعوا حاجة اسمها اتفاق إطاري. الاتفاق الإطاري نتيجته حتمية ومعروفة إنه حتعمل تشظي بين الدعم السريع وجيش الحركة الإسلامية الإرهابية وإنه حيكون في اقتتال في الدولة السودانية، والناس المهندسين للاتفاق الإطاري الآن ظلوا في موقف بتاع متفرق يقول لك ان احنا محايدين وجزء منهم بقى مع جيش الحركه الاسلاميه الارهابيه وجزء على انه الجيش ده حقنا والجيش ده بتاع اولادنا والتفاصيل دي، ودعموا الجيش ده لاسباب قبليه بحته يعني محضه ما عندها اي اساس ولا شغل وطني، لانه الضبط ده بتاع الجيش راسه احمر
معروف من اتجاه معين، لذلك هم دعموا الجيش ده ووقفوا مع الجيش، لانه الجيش حقهم والجيش حق اولادهم، واولادهم قيادات الجيش والتفاصيل والاشياء دي. مع الوقوف، معظم الناس اللي وقفوا مع الجيش الحركه الاسلاميه من ابناء النخب النيليه ما حبا في الجيش ولا وطنيه ولا حاجه، لانه دي حقيقه الناس ما قاعدين يقولوها، ودي حقيقه الناس بيحاولوا يتهربوا منها، لكن يجب ان نكشف المستور ونكون واقعيين. احنا ما بنقدر نبني دوله بالمساله بتاعت التطبيب على الجراحات القديمه، والتطبيب على الالام بتاعت الدوله السودانيه، وعلى الظلم والتاريخ الموجود في الدوله السودانيه. يجب انه احنا نكشف الحقائق ونواجه الاخطاء حقتنا ونقولها في وجه العدو، بعد ذاك عشان نقدر نبني السودان لقدام على اسس جديده. السودان يكون سودان فدرالي، والجيش ذاته جيش يقوم على اسس جديده، جيش وطني فدرالي قومي يمشي للامام، يقدر يحمي حدود السودان ويحمي المواطن السوداني، والتفاصيل والاشياء الكثيره دي. ختاما، نحو سودان فدرالي ديمقراطي تسود فيه العداله وحكم الغام. عمك جاي من وين انت؟ اصبر شويه بكلمك اي كلام اسمع. اتفضل. اصبر شويه خليك. اسمك والكريم منو؟ محمد احمد ابراهيم. محمد احمد ابراهيم. وجاي من وين؟ من مواليد وين انت؟ مدني. من مدني ذاتها. مدني يا محل؟ جبرونه. من جبرونه. وطيب انت جاي من هناك، جاي هدفك شنو؟ احنا جايين وحاجينا ندور. ها؟ ارفع صوتك ارفع صوتك. لقونا في مدني، قلنا تعالوا. هو جاي هدفك شنو؟ ما عندنا هدف، احنا كنا مشتغلنا بمرض نجيب فني. ها؟ هدفك شنو جيت لي من هناك كده يعني؟ والله كان قلت لك عندي هدف محدد. ها؟ وقفت عليك قالوا يا جماعه انتوا دايرين تسووا احنا دايرين نشتغل بس اي شغل. قالوا احنا عندنا اعمال هامشيه. وشغلك زي شنو كده؟ قلنا لهم احنا عسكريه ما دايرنا. قالوا لا اعمال هامشيه. دعم الهامشيه. بسوي شنو؟ قلت لهم بطبخ. انا اقول خلاص اطبخ لنا. يعني انت جابك طباخ. ايوه. وطيب يعني من هناك جابك طباخ وملبسينك لكاك، لبس الطباخ انه معروف برا. ما عندهم. ها؟ ما عندهم لبس هنا. كيف ما عندهم لبس؟ يا اخي بدك تلبس اي حاجه، ان شاء الله تلبس جلابيه. وانت مدبر لك لبس قدر تلبس؟ السيدير كم لباس؟ تقول لي تلبس بالقوه، قلت لهم ما داعي. تلبس بالقوه السيدير لباس واحد، وده لباس، والثاني كم؟ شوفوا ده ضيق ده ضيق. لابس كم لباس؟ ده ما مشروط. لابس لي بمبرز. انت لابس بمبرز ذات، السيدة ما بمبرز. ما لانه مشروط السروال الكبير البر. الكبير مشروط ولابس لك بمبرز بجوا. كويس. انت جابك يعني طباخ. اسمك الكريم منو قلت؟ محمد احمد ابراهيم. محمد احمد ابراهيم. محمد احمد ابراهيم. ساكن جبرونه. ها؟ ساكن جبرونه. ساكن جبرونه. اصولي مجنون. اصولك مجنون؟ من المجانين. ايوه تمام خلاص، ان شاء الله رسالتك توصل لاسرتك ونطمنهم بخير، انت بصحه وسلامه. ما عندك اي حاجه، عندك اولادك وبناتك نطمنهم لك. تمام معك؟ ان شاء الله تتعافى. بس من محلك ده احنا بنرفعك ونوديك المستشفى، ما يهمك شيء.